بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج نرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بك فضيلة. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. حياك الله. يقول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصبة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد، وإخوته دأب المحب المواصل. تكلمنا في الحلقة الماضية عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وشيئا من نشأته، ولعلنا نستكمل الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. شيخنا، بعد الحديث عن نشأته وبدء شبابه، ماذا عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا في الحلقة الماضية عن ميلاده عليه الصلاة والسلام وشيئا من نشأته، وكذلك بعض الإرهاصات التي صاحبت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مما يعطي مؤشرات ربما كانت واضحة وبارزة حول أن هذه الأمة سيكون لها شأن بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في فترة شبابه، طبعا لما انتصف بلغ 25 تزوج بخديجة رضي الله عنها، وكان لزواجه منها حقيقة أيضا فيه العناية الإلهية في هذا الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعرف أنه وإن لم يصنف فقيرا لكنه كان يتيما، وبالتالي أيضا آثار اليتم وغير ذلك مؤثرة عليه. لكن الله سبحانه وتعالى لما يسر له الزواج من خديجة، كانت صاحبة مال، وتعرف أن الدعوة في بداياتها تريد تفرقا وتريد كذلك اهتماما كليا، لا يكون الإنسان مشغولا بشأنه الشخصي أو حياته أو مأكله ومشربه. فكانت خديجة رضي الله عنها نعم الزوج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ساندته ووقفت معه بكل ما تملك، فكانت المرأة التي فعلا وفت لزوجها محمد عليه الصلاة والسلام. وفي نهايات أو قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، كأنما نادى منادي السماء بأن يتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الثقيل الذي سينزله الله سبحانه وتعالى عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فأمر الرسالة ليس أمرا هينا، فظل النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع عن الناس ويذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي الطوال، أي يتعبد فيها الليالي الطوال. وطبعا هنا هي حالة التعبد التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى التأمل الشخصي، التأمل في ملكوت السماوات والأرض، التأمل في هذا الكون، التأمل في عالم البشر، التأمل في الذات والنفس، التأمل كذلك في إنقاذ المجتمع، إلى غير ذلك مما يمكن أن يندرج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه بشهادة القرآن، الله عز وجل يقول: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فلم يكن أمامه تفصيلا واضحا
عن مهمة الرسالة، مهمة النبوة، ولكن واضح أن العقل الإنساني الله سبحانه وتعالى وبقايا النبوات السابقة كذلك من عهد إبراهيم كانت تجعل النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الفطرة كثيرا، أو منطلقا بفطرته نحو هذا الجانب. ففي هذا القار في يوم من الأيام بعث الله سبحانه وتعالى إليه جبريل، وكان هذا أول لقاء بين جبريل عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام. فضم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمة حتى ضاق منها، ضاقت أوضاع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح عنه أو فرج عنه فقال له اقرأ. هل المعذرة المقاطعة، هل نزل جبريل على هيئة ملك من ملك هيئة رجل؟ وفي هذه على كل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر تحديدا نزل على صورته، نزل جبريل في صورته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له بعد هذه الحادثة كثير من التشويش والضغط النفسي، لأنه يعني وجه بأمر لم يكن معهودا. وهنا تأتي طبعا كثير من القضايا في الجانب النفسي، عندما أنت تصاب بأمر لم تعهده من قبل ولم تعرفه، تأتي إليك قضية الوساوس، هل هي حالة شيطانية، حالة مس، حالة جن، إلى غير ذلك. هل هذا كان الاستدلال الوحيد أن جبريل نزل بصورته، أم هناك مثل نص صريح أو شيء من قبيل؟ هو يعني ما يحضرني الآن المواطن، لكن هو تقريبا في موطنين أو ثلاث نزل جبريل في صورته الحقيقية، نزل في صورته، ومنها في هذا الموطن نزل جبريل بصورته الحقيقية فقبض عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا طبعا يقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ. المرة الثانية كذلك اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ. ثم الثالثة ما أنا بقارئ، فيقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وهنا طبعا مسألة مهمة جدا لا بد من الالتفات إليها، وهو أن هذا الدين نقطة البداية فيه هو العلم، هو القراءة، هو الاطلاع، هو الربط بين الأشياء بعضها ببعض، لأن القراءة أن تقرن الأمور مع بعضها، وأن تقرن الظواهر، وأن تقرن المقدمات بالنتائج، إلى هذه مسألة القراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون بدايته القراءة، وهو أمي لا يقرأ كما قال الله سبحانه، لا يقرأ ولا يكتب، وهو رسول الأميين. والأميين هم الذين لا يعلمون الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية، فعندما يطالب بأمر ليس معهودا عنده اقرأ، فالإجابة طبيعية جدا أن يقول ما أنا بقارئ. ثم ذهب بعد ذلك إلى خديجة رضي الله عنها وهو في حالة خوف وحالة هلع شديد، فبدأ يقول زملوني زملوني، دثروني دثروني. فخديجة رضي الله عنها كما ذكرت كانت نعمة الزوج، حيث ساندت النبي صلى الله عليه وسلم وثبتته ووقفت معه، وهذا شأن أي امرأة عظيمة من النساء، خاصة في مسيرة بهذا الحجم. فظلت تقول له كلا والله لا يخزيك الله، يعني لا تذهب بعيدا في تفسير هذا الحدث، فالله سبحانه وتعالى لن يضيعك. واستدلت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. فكانت حياته عليه الصلاة والسلام كلها ما قبل البعثة أنه واصل الرحم، كريم في ضيافته، يصل الناس، يقف مع المستضعفين، يقف مع المظلومين. فاستشهدت بماضيه على أن الله سبحانه وتعالى لا يخزيه، لن يخزيك. يعني هذه سمات شخص لا يمكن أن يضيعها الله سبحانه وتعالى. ثم ذهبت به بعد ذلك إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وهذا كان طبعا من أهل الكتاب الذين لهم علم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم بما قرأه. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى قال والله هذا هو الناموس الذي أتى به موسى أو بعث به موسى، ووالله لئن أدركت زمانك لأكونن معك إن أدركت زمانك إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال والله ما بعث أحد بمثل ما جئت به إلا عودية.
لاحظ هذا الرجل بما أوتي من علم من أهل الكتاب، وهذا شأن الرسالات كلها، أنه والله هو يدرك من الكتب السابقة أنه ما أتى شخص بهذا إلا وعودي وعذب ونكل به وكذا. فعلى كل، ورقة بن النوفل كأنما كان هذا آخر أيامه. والصحيح أن ورقة بن نوفل آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على كل بأنه من أهل الجنة، هكذا نحسبه والله حسيبه. فعلى كل كانت هذه نقطة البداية، وانقطع عنه الوحي بعض الشيء، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع يتشوف إلى استمرار هذا الحال، إلى أن جاءه جبريل بعد ذلك وتتابع عليه على كلنا الوحي: يا أيها المزمل يا أيها المدثر. فكانت البداية على كلنا الإشارة إلى نقاط مهمة جدا. بداية الرسالة أولا إشارة إلى ثقل هذه الرسالة وعظم شأنها، وليست بالأمر الهين. الأمر الثاني أن هذا الأمر العظيم يتطلب تهيئة نفسية وروحية من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالصلاة والذكر والقيام. فكان الصحابة رضوان الله عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام قد فرض عليهم القيام ابتداءً. ظل النبي صلى الله عليه وسلم مواصل فيه لأنه فرض عليه، لكن بالنسبة لأصحابه هذا الأمر ظل في البدايات. لماذا؟ لأن الرسالة تتطلب استعدادا روحيا، استعدادا نفسيا. فكلمة قم هذه كانت نقطة البداية. يعني لاحظ ما بين اقرأ وقم، ستلاحظ بأن العمل يتطلب قياما، وأن العلم يتطلب قراءة. فكأنما هذا الدين يقوم بالعلم النافع الذي يكون قراءته بسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، بسم الله الرحمن الرحيم. فالقراءة هنا هو وعي باسم الرحمن، قراءة باسم الله، قراءة باسم الرب. ليست القضية عبارة عن علما وصفيا أن تصف الحوادث فقط، ولكن علما يبحث نحو المغزى ويبحث نحو المعنى. هذه القضية التي دائما ما يتسم بها العلم في الإسلام، لا تقف عند ظواهر الأشياء، كما عاب الله تبارك وتعالى على غير المسلمين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم أيضا كلمة قم فيها الدلالة الكبرى على أن هذا الدين يتطلب حركة، ويتطلب فاعلية، ويتطلب جهادا، ويتطلب مقاومة. فأنت ما بين الوعي الصحيح، العلم على بصيرة، السير على بصيرة، وما بين العمل المنتج المثمر، هنا تكون إن شاء الله بداية الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب ما المقدم، القم أم اقرأ؟ هو طبعا كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الإمام البخاري عليه رحمة الله يعني استقراء لواقع النصوص أن العلم مقدم على العمل. العلم الصحيح، العلم النافع، هو الذي ينتج لنا عملا صالحا. المفاهيم الخاطئة، التصورات الخاطئة دائما ما تثمر لنا مواقف وأعمال خاطئة. فالإسلام حرص في مجمله بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، ستلاحظ أن الإسلام حرص على تصويب مسار التصورات. والعلم الصحيح والعلم النافع، التصور عن الله، التصور عن الآخرة، التصور عن طبيعة الحياة الدنيا، التصور عن طبيعة الرسالة، الطبيعة عن الحياة نفسها، التصور عن علاقاتنا البينية. فيصحح لك المفاهيم أولا، ثم تنتج هذه التصورات الصحيحة أعمالا صالحة. ولذلك الإمام البخاري لما بوب قال: باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم هو الأساس الذي تكون به البدايات. ولو لاحظنا الآن كثير من أزماتنا ستلاحظ أنها أزمات علمية، أزمات تصورات، أزمات مفاهيم، قبل أن تكون أزمات سلوك عملي. طيب، بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما ردة فعل قريش ومن كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما عرفوا بالبعثة؟ طبعا هنا مسألة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أيضا أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مطالبا بالإعلان منذ الوهلة الأولى، فقد استمر عليه الصلاة والسلام لسنوات تقريبا، ليست أقل من 3 سنوات، لا يحدث بأمره هذا إلا من هو قريب منه. فحدث خديجة رضي الله عنها باعتبارها الزوج مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول من آمن به. ثم حدث بعد ذلك أقرب الناس إليه وهو الصديق رضي الله عنه أبو بكر، وبدأ يحدث بعد ذلك الأقارب مثل علي بن أبي طالب، وهكذا. في الدعوة السرية. في الدعوة السرية. في الدعوة السرية. فظلت هذه الدعوة تسري في الناس وتسري في المجتمع المكي وهم عنها في غفلة، لم يكونوا يدركون
حق. فلما وصلت إلى بعض الناس وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني في البدايات قبل أن تأتي إنذار العشيرة كانت الدعوة سرية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يهيئ نفسه ويهيئ من حوله. فظلت قضية مثلا الذكر والتوحيد ودعاء الله سبحانه وتعالى والصلاة على ما كان معهودا على كل من بقايا رسالة إبراهيم وإسماعيل، ظلوا على هذه الحالة وهم يتقوون بالإيمان كما ذكرنا. ثم دخل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة إنذار العشيرة، أنه يطالب بإنذار قومه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى في الناس: يا معشر قريش، يا معشر قريش، يا معشر. فاجتمعوا إليه على جبل الصفا فقال: أرأيتم إن قلت لكم أن وراء هذا الجبل أناسا يريدون أن يغارون عليكم أو يغيروا عليكم أكنتم مصدقين؟ وكذلك يعني حاول أن يستنطقهم ويشهدهم على نفسه: ماذا تقولون فيه؟ قالوا: أنت الصادق الأمين، ما جربنا عليك كذبا ولا جربنا عليك خيانة. نعم. هذه مسألة كانت مهمة جدا، لأن الانقلاب سيأتي بعد ذلك. إذن هو الصادق وهو الأمين وهو المعروف بينهم بعفته وطهارته وسلامة لسانه وسلامة مواقفه، فقالوا: أنت الصادق الأمين. طيب، هذا الصادق الأمين إن قال لكم بأن هنالك جيش قادم يريد أن يهاجم على هذا البلد أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك من كذب. قال: إني بعثت بلا إله إلا الله، إني رسول، إني نذير، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم برسالته. فكان من أوائل من تعرضوا عليه ورفضوا كلامه عمه أبو لهب، الذي حاول أن يقول: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا. فكانت ردة الفعل بالنسبة لقريش من الأقربين، طبعا هنا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العم الوحيد يكاد الذي كان موقفه صارما، يعني من أعمامهم من لم يسلم لكنه لم يكن بغلظة وقساوة أبو لهب، لكن هذا كان في كل المواقف كما سنلاحظ. لذلك القرآن دون له سورة كاملة هي سورة المسد تتحدث عنه وعن زوجه. على كل هنا رفضت قريش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستجب له، وهنالك الدوافع كانت كثيرة حقيقة. لماذا تم هذا الرفض؟ نحن ندرك أي واقع اجتماعي، أي واقع سياسي، أي واقع اقتصادي، أي تركيبة لمجتمع ما تتجاذبها كثير من القضايا، فهنالك من يكون مخلصا للمبادئ والأهداف والعقائد والتصورات السائدة. هذه طبقة ممكن أن تكون في المجتمع موجودة. هنالك طبقة أخرى لا يهمها لا عالم مبادئ وتصورات، ولكن بقدر ما تهم مصالحها الاقتصادية. إنه هذه الدعوة الجديدة تهدد المصالح الاقتصادية لقريش، خاصة الطبقة العليا، الطبقة الفوقية بدأت تنظر إلى الموضوع من هذه الزاوية. يمكن أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المنادية بالمساواة، المنادية لأنه لا إله إلا الله، سيكون الجميع أمام قانونها سواء، ليس هنالك طبقة عليا تتميز بالخيرات وطبقة سفلى محرومة من الخيرات، فهم أدركوا على كل بمرامج. ثم أدركوا أيضا بأن البنية السياسية نفسها تتحول عندما يكون هنالك رسول، معناه سيكون له القيادة والريادة والأمر والنهي، وبالتالي هنالك طبقة الملأ. فعلى كل ليس هذا مقام تفصيل في أنه نحن لماذا رفضت، لكن هذه الطبيعة في معظم المجتمعات الجاهلية. هنالك من يرفض لأنه يشعر بأن في ذلك مخالفة لما اعتاده وما قام عليه وما نشأ وما نشأ عليه الآباء والأجداد. وهنالك من تكون المنطلق فيه منطلق مصلحي بحت، وهنالك من ينظر إلى أن في الحركة هذه أو في هذه الدعوة إعادة لتركيبة النظام السياسي في البلد، وبالتالي سيكون هنالك واقع جديد من الناحية السياسية إلى غير ذلك. فعلى كل وجه النبي صلى الله عليه وسلم من طبقة الملأ ابتداء، والناس تبع بطبيعة الحال لملئهم ولرؤسائهم ولقادة قومهم. فكثير من الناس سبحان الله عطلوا عقولهم ولم يتجاوبوا، حتى أمثال خالد وأبو عبيدة عمرو بن الجراح، هؤلاء الذين مثلا ليس أبو عبيدة إنما عمرو بن العاص الذين تأخروا في دخولهم للإسلام، لما يسألوا إنه ما الذي حجبكم وأنتم عقلاء وأنتم كذا، كانوا يقولون بأن أمامنا كان فلان وفلان وفلان من كبار القوم علية القوم، فلم نعمل عقولنا.
والقرآن بطبيعة الحال يحاسب الناس هنا على أن يعني قضية العقول وإعمال العقول وإعمال النظر وعدم التقيد بالآبائية والتراثية، الجوانب التراثية، دون أن يكون هنالك برهان وهنالك حجة. طيب تأذن بفاصل سماحة الشيخ، للحديث بقية متابعينا الأفاضل، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير، وللحديث شجون وبقية مع سماحة الشيخ الدكتور حسن سلمان. كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم الرفض من بني قومه؟ وماذا عن المعجزات التي أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت لها لبني قومه أنه على حق؟ نعم. طبعا هذه من القضايا المعلومة في مسيرة الأنبياء، أنهم عندما يأتي نبي من الأنبياء لقومه لا بد أن يأتي ببرهان، ولا بد أن يأتي ببينة، ولا بد أن يأتي ببصيرة تبين أنه رسول، حتى يكون هنالك فرقا بين الداعي والنبي. يعني كثير من الناس يمكن أن يدعي النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون من بعد كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعده. فالأدعياء كثر، ولكن كما قال القائل: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياؤه. فالفرق بين النبي والداعي هو أن يأتي ببينة. وتاريخ الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا أن الله سبحانه وتعالى يقول أن ما من نبي إلا وكانت معه بينة من البينات. ولكن هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره النبي الخاتم والنبي الذي ستكون رسالته خالدة، جعل الله سبحانه وتعالى له كذلك معجزة خالدة. الأنبياء من قبل في نقطة مهمة جدا أن نشير إليها في موضوع المعجزات وموضوع البينات، وهو أن الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيناتهم مفصولة عن كتابهم. يعني هي ليست من صلب الكتاب، ولكنها خارج الكتاب، وتكون دائما مادية. يعني بينات الرسل كلهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم يأتوا ببينة مادية. فمثلا من البينات المعروفة والمشهودة مثلا بينة صالح، وهي الناقة التي خرجت من الصخرة. وهنالك مثلا بينات موسى عليه السلام 9 التي تكلم الله سبحانه وتعالى عنها في العديد من الآيات، منها الإسراء ومنها كذلك الأعراف. تكلم عن بينات موسى عليه السلام، بينات 9 التي كانت في مواجهة فرعون وقومه، لكن بينات موسى أوسع من 9. ستلاحظ أنها أكثر من 20 بينة، لكن بعض البينات كانت مع المؤمنين ولم تكن مع الآخرين. فالله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة طبعا
جمعها عدد من المفسرين في أنه لماذا يقول الله سبحانه وتعالى 9 ثم نجدها قريب 20 مثلا في كتاب الله وأكثر من ذلك. ففصلوا بأن البينات المتعلقة ببينات موسى مع قومه بني إسرائيل هذه لوحدها، والبينات المتعلقة التي نسميها البينات الرسالية هذه كانت منها العصا ومنها اليد ومنها البينات الأخرى التي القمل والضفادع والدم آيات للسائلين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين أمرين، بين البينات المادية التي، وهذه طبيعة البينات المادية أنها تنتهي في لحظتها أو تنتهي بانتهاء مدة الرسول عليه الصلاة والسلام الزمانية، يعني بعد موته مثلا تختفي البينات المادية، وهذا كان شأن كل الأنبياء. عيسى عليه السلام مثلا كانت بيناته بينات طبية، أنه يبرئ الأكمه والأبرص وكذا، وأنه يحيي الموتى بإذن الله، وأنه يعني أشبه ما يكون بالمنظار الذي يكتشف ما ببواطن دواخل الإنسان في الباطنية. هذه كانت بينات، لكن انتهت بينات عيسى مع موته، لا تكاد تسمع مثلا لبيناته بعد موته. لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل بنوعين من البينات، وهذا أيضا مهم، لأن هنالك مدرسة الآن للأسف الشديد، مدرسة عقلية مادية أرادت أن تنفي كل البينات المادية للنبي صلى الله عليه وسلم، وحصرت فقط البينة الكبرى في القرآن الكريم. صحيح أن أكبر بينة للنبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، لكن لا يجوز لنا أن ننفي عنه البينات المادية، فقد جمع الله سبحانه وتعالى له البينات المادية وجمع الله له البينات غير المادية. البينات المادية بطبيعة الحال شاهدها من عاصروه، شاهدها من عاصروه. البينات كذلك غير المادية وهو القرآن الكريم نزلت على قوم إعجازا لهم وتحديا وبرهانا وبينة، وهو البينة الكبيرة وهي القرآن الكريم، هي طبعا أعظم بينة للنبي صلى الله عليه وسلم ومستمرة إلى اليوم، يعني بينته الكبرى الخالدة هي في هذا القرآن. بقية المعجزات تنقل إلينا ويخبرنا القرآن والسنة عنها، لكن ليست كبينة القرآن المستمرة التي نحن اليوم نشاهدها ونقرأها ونطلع عليها، وتتكشف لنا من داخل هذا الكتاب بيناته. وبالتالي هنا ستلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بينته الكبرى داخل كتابه، بينة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى داخل الكتاب. فجمع القرآن الكريم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من أحكام وتفصيلات وتشريعات، وبينت كذلك اشتمل القرآن الكريم على نبوته عليه الصلاة والسلام وما فيها من عقائد وأنباء وأخبار وغيب وكذا، ثم شملت كذلك بيناته عليه الصلاة والسلام. فالقرآن على خلاف بقية الكتب، يعني التوراة والإنجيل هي كتب تشريعات وكتب نبوات، لكنها ليست كتب بينات، البينات كانت منفصلة عنها وهي مادية. أما في القرآن الكريم ستظل بيناته في داخله، وهذه البينات يقول الله سبحانه وتعالى عنها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فقضية أنه الحق لم تنتهي عند أبو جهل وأبو لهب والصحابة، لا، هي مستمرة معنا إلى يومنا هذا. وبالتالي نلاحظ على كل أكبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يجادلهم بها ويقارعهم بها ويتحداهم بها أن يأتوا بمثله أو يأتوا ب10 سور مثله أو يأتوا بسورة مثله. كل ذلك كان وين؟ كان في القرآن الكريم. هذا من حيث البينة العظمى التي واجه بها قريش، لكن كانت له كما ذكرت أيضا بينات مادية. مثلا من البينات المادية التي دونها القرآن الكريم انفلاق القمر، انشقاق القمر، وقد شهد لذلك عدد من الذين عاصروا تلك الفترة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش نفسها رأت هذه الحادثة الكبيرة عندما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية مادية، طالبوه بآية آية مادية، فانفلق. فكان هذا الانفلاق أدى إلى أن القمر يرى بمكانين مختلفين، حتى أنهم كانوا يقولون كنا نرى جبل غار حراء بينهما، يعني الجبل مرتفع كان يرونه بين الشقين، فانشق القمر كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر. أيضا من آياته وبيناته المعجزة اللي هو البشارات التي كان يعلمها علماء بني إسرائيل وكان يعلمها أهل الكتاب. فالله عز وجل مثلا عندما قال أولم يكفهم أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني ألا يكفي هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرى إبراهيم، وهو نفسه يقول ذلك، أنا بشرى أبي إبراهيم وبشرى
أنا بشرى يعني إسماعيل ودعوة أبي إيه؟ دعوة أبي إبراهيم. فإبراهيم كانت دعوته أن يبعث الله سبحانه وتعالى في هؤلاء منهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكي إلى آخر الآيات. والثانية وهو جبريل وهو يعني عيسى عليه السلام عندما قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهنا نلاحظ أن بشريات الرسل السابقة كلها انتقلت، وكان بنو إسرائيل يعلمون وخاصة علماؤهم كانوا يدركون ذلك. فالبشارات بدأت تتضح، ويمكن في المرحلة الأولى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كان هنالك العديد من المؤشرات التي تشير بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة. إذن هذه أيضا من القضايا على كل التي أيضا من البشارة أو من المعجزات التي كانت ترى في المرحلة المكية حماية الملائكة له. فمثلا نأتي بقصة واحدة، مثلا أبو جهل عندما كان معادي للنبي صلى الله عليه وسلم وهلك حتى نهاية حياته، كان يقول أو يأتي محمد ويصلي في البيت أو يصلي حول البيت أو كذا، فقالوا له نعم يأتي. قال واللات والعزة إن فعل ذلك لأفعلن وأفعلن. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وذهب وتحرك إليه أبو جهل يريد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه إذا به يصيح ويهرب ويفر مما المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه أخبرهم بأن هنالك يعني شيء أخافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو اقترب مني، حديث في صحيح مسلم، قال لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فهذا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة كانت هنالك عناية الله سبحانه وتعالى، وملائكته كذلك يحرسونه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل كانت هنالك العديد من القصص والعديد كذلك من الأخبار التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المعجزة الكبرى طبعا هذا لا نتكلم الآن عن معجزاته في المرحلة المدنية، هذه طبعا متواترة وبلغت حد التواتر فيما يتعلق بما رآه الصحابة رضوان الله عليهم من توسعة الطعام وخروج الماء من أصابعه عليه الصلاة والسلام، وأن يأتي بسهم فيغرسه في عين من بئر بسيط جدا من المياه فتفور فورانا عظيما إلى غير ذلك. هذه طبعا كانت كثيرة وقد ألفت فيها الكتب وكتب عنها علماء السير والمغازي. طيب خلينا في الوقت المكي، كيف قابل أهل النبي صلى الله عليه وسلم وقريش وكل من كان حوله في تلك الفترة هذه المعجزات؟ هل احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت لهم بشكل أكبر؟ هل عانى معهم أم كان الموضوع بشكل آخر؟ هو طبعا في قضية مهمة جدا وفي رأيي قضية مركزية فيما يتعلق بانتقال البينات من البينات المادية كأساس للرسالة إلى أن تكون بينات غير مادية. يعني الله سبحانه وتعالى ظلت البشرية كلها دائما تأتيها الآيات البينات، تأتيهم بآية بينة، ومع ذلك كانت هنالك آيات بينات، ومع ذلك الأقوام السابقين كفروا. فانتقلت الرسالة الخاتمة إلى شيء آخر، إلى موضوع البينات الغير مادية، اللي هو وجود الرسالة، وجود رسالة فيها حقائق وإعجازات ضخمة جدا. ويمكن الواحد لو أراد أن يتوسع في مفهوم الإعجاز في القرآن الكريم ستلاحظ هنالك إعجازات من أشياء كثيرة، إعجاز في الأخبار، إعجاز في التشريع، إعجاز كذلك في البيان والبنية القرآنية للنص القرآني. فهذه طبعا لها على كل كثير من الذين تكلموا عن هذا الجانب. فالله سبحانه وتعالى يشير مثلا في سورة الإسراء، يقول الله سبحانه وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ومع ذلك بالرغم من أن الذين سبقوا كذبوا بها، إلا أن الله سبحانه وتعالى أيضا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم آيات بينات مادية وكل شيء، لكن ليس بالمزاج كما يقولون أو بالطلب، لأن هذه المسألة فيها أيضا حاولوا مثلا في نفس المرحلة المكية أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرج إلى السماء ويأتيهم بكتاب، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ولن نؤمن لك حتى يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن. يعني كانت على كلنا المطالب هائلة، ولكن القرآن الكريم لم يتجاوز. الرسول كانت إجابته عندما يطلبون هذه المطالب المادية التي لا يتعلق به، إنما البينات شيء يعطيه الله سبحانه وتعالى للرسول ليبلغه للناس. فالنبي مهمته إيش؟ أن يقول لهم سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
يعني إن كنتم تتصورون أني أنا من أفعل ذلك فأنتم واهمون، إنما أنا قضيتي الله سبحانه وتعالى يعطيني البينة أبينها لكم، يعطيني الرسالة أبلغكم إياها، يعطيني النبوات فأخبركم بها، أما في ذاتي فأنا إلا بشر إيه؟ بشر رسول، لست من يصنع هذه القضايا. وبالتالي الله سبحانه وتعالى كان يقول له لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك عليهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون، هو جحود بآيات الله. ولذلك القرآن الكريم لما يحكي عن بني إسرائيل وقال وجحدوا عن فرعون وقومه، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فعلى كل بالنسبة للكفار ما كانت تعني عندهم هذه الآيات شيء مهما رأوا، حتى لو جاءهم بكل شيء ما كانوا ليؤمنوا مهما بلغت البينات. لماذا؟ لأن الدوافع ليست سليمة. ولو أعطي نموذج بسيط لعدم الدوافع السليمة، مثلا كان أبو جهل له صديق يتناقشان وكذا، وكان كلاهما يستمع خفية لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، يستمعون للقرآن. فذات يوم ما كان يعرف أنهم يستمعوا، فالتقوا في مكان كل منهم يستمع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هذا الصاحب قال لأبي جهل، قال له أنت تأتي وتتخفى وتستمع، معنى ذلك أنت مقر بهذا الأمر، فلماذا لا تؤمن به؟ فانظروا كيف كانت دوافعه. قال إنا وبنو هاشم، نحن بني هاشم كنا يعني نتنافس، كان بيننا منافسة، كنا أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، اعتنوا بالكعبة واعتنينا بالكعبة، حتى إذا احتكت الركب وصرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، فمن أين لنا أن نأتي بالنبي؟ نعم. هنا هو يفكر بعقل المخزومي، بنو مخزوم، وينظر إلى المسألة كصراع طبقي، صراع تنافس حول السلطة، حول الزعامة، حول كذا، ولم ينظر إليها هذا الشخص مهما أتيته بالآيات لا يمكن أن يؤمن. وهذا أيضا يرجعنا إلى النقطة اللي ذكرتها، أنه قد تكون الدوافع سياسية واقتصادية هذه كلها أيضا هذه نعم. واضحة. إذن هنالك من رفض، وهنالك من المؤمنين وهم قلة في مكة من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، وكانت بالنسبة لهم صدق النبي ابتداء ثم معجزاته بعد ذلك. هؤلاء زادتهم هذه المعجزات إيمانا إلى إيمانهم، وهؤلاء كانوا ينزوون ويتقربون إلى الله في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فهؤلاء فئة، يعني أكثر من بلغ في هذا المقام أنه سلم أمره إلى الله وسمي الصديق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كان كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يصدق به، يعني معجزة الإسراء لما قيل لأبي بكر يقول صاحبك اليوم كذا وكذا، يقول إن قال ذلك فقد صدق. بالنسبة له المسألة هل قالها أم لم يقلها فقط، يعني هو لا ينتظر حتى يذهب إليها، يقول إن قالها فقد صدق. هذه فئة. على كل هنالك فئة كانت أيضا مترددة، يدركون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويدركون بأنه لا يكذب، وينظرون إلى هذه المعجزات بأنها حقيقية، ولكن الطاغي عليهم سلطان سلطان ولاة أمرهم، وما كانوا يستطيعون. النظام القبلي هذه واحدة من إشكالاته، لتخرج من البنية القبلية فإنك تتعرض تماما، وهذا اللي كان يحصل. فكانت الناس تقريبا بهذا الشكل. ومنهم مثلا الأقربون وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، كان يدرك تماما صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه فعلا رسول، ولكن أخذته كما يقولون الحمية الجاهلية، هذا الشيخ الكبير يجب أن لا يترك ما كان عليه أجداده وأباؤه وهكذا. فالناس على كل في موضوع المعجزات كانوا يتفاوتون، فمنهم المؤمنون بها، ومنهم الذين جحدوها ظلما وعلوا، ومنهم الذين يدركون حقيقتها ولكن غلبت عليهم الحالة الاجتماعية وبنية المجتمع القرشي. ممتاز. طيب ماذا عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طرده أهل مكة وقد رفضوا دعوته وهجرته إلى المدينة والحبشة؟ طبعا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هنا لاحظ الآن تجاوزنا المرحلة السرية ودخلنا في المرحلة العلنية وبدأت المواجهات. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم واجه طبعا، يعني هو في نفسه على الأقل كان هنالك حماية له، والمجتمع في مجتمع قبلي، فالبنية القبلية تتيح لمن له قبيلة كبيرة ووزن اجتماعي كبير أن يجد الحماية. لكن ضعفاء الناس وهم الذين آمنوا، غالبهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان فيهم الضعفاء وكان فيهم أيضا غير الضعفاء، لكن الضعفاء تعرضوا بشكل كبير
للتعذيب، خاصة أمثال بلال وأمثال سمية وأمثال يعني ياسر وأمثال عمار، هؤلاء الذين ضعفاء القوم، هؤلاء تعرضوا لتعذيب هائل جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده القدرة التي يحمي بها، وكل ما في الأمر في تلك المرحلة المكية كان النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بالصبر وعدم الاعتداء وعدم حتى ممارسة الدفاع الشرعي، بل كان الله سبحانه وتعالى أمره بأن يكف اليد، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وكأنما القرآن يربي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر وعلى التحمل وعلى أن يكون حركتهم كلها بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون الحاكم في حركتهم أهواء النفوس وفكرة الانتقام، وأن لا يتحول المجتمع في مراحله الأولى، المجتمع المكي نفسه مجتمع متداخل، أن لا يتحول هذا المجتمع إلى مجتمع يحترب في داخله وتقوم الحروب في داخل المجتمع وهو لا زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قلة. فعلى كل أتت مسألة الفكرة كمنهج قرآني ينزله النبي صلى الله عليه وسلم في واقع الدعوة، وهو أنك تنتقل من البيئة غير الصالحة وغير النافعة وغير الآمنة، ليس الصالحة للدعوة وليست آمنة للدعاة، أن ينتقل إلى بيئة أخرى أفضل منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث في الهجرة عن أمرين أساسي. الأمر الأول كان يبحث عن مكان يأمن فيه الناس، أصحابه هؤلاء يأمنون على أرواحهم لأن خلاص التعذيب طالهم. الأمر الثاني في مرحلة لاحقة كان الفكرة أيضا فكرة البحث عن الهجرة لبناء الدولة وإقامة الولاية وإقامة السلطان، لما الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء قال وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالسلطان النصير هو قيام الولاية الحامية لحركة المجتمع المسلم والمؤمن وإقامة الولاية عليهم والترابط الذي يحميهم. فعلى كل كانت النقطة الأولى فيما يتعلق بالأرض الآمنة وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الحبشة بوجود ملك أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة هذا طبعا له دلالات كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرك للمحيط الذي حوله ولم يكن داعية ساذجا لا يعرف إلا بيئته القريبة، لا إلا بيئته القريبة فقط، ولكنه كان يدرك ما حوله تماما، كان يدرك ما الذي يجري في اليمن ما الذي يجري في الحبشة. ويبدو أن هنالك كانت أيضا علاقات ما بين الحبشة وأهل مكة. فعلى كل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك ما هنالك من قيادات وما هنالك من إمارات وممالك، فكان يدرك ما هي حقيقة النجاشي. فذهب على كل وبدأت هجرة الصحابة رضوان الله عليهم. الهجرة الأولى كانت بدأت لأن الحبشة فيها هجرتان، الهجرة الأولى كانت في السنة 5 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر على كل هؤلاء، ثم بعد ذلك جاءت هجرة أخرى. الهجرة الأولى كانت عددها محدود، لكن الهجرة الثانية قارب العدد فيها 90 تقريبا إلا قليلا. فظل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إلى أرض الحبشة في تلك البقاع وفي ذلك المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم يخوض معاركه في جزيرة العرب. وهنا فيها أيضا دلالات مهمة جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى حركة الدعوة وبقائها واستمرارها، وأن لا يحصل لها استئصال في رجالها ورموزها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التدبيرات على كل قد تكون صحيح فيها عامل الغيب اللي هو عامل الإخبار الإلهي، لكن لا ننسى أيضا كانت هنالك مجهودات بشرية يبذلها النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الواقع لما يأتي بعده، لأن الذين سيأتون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يجدوا أمامهم هنالك معطيات منهجية يتعاملون معها فسيكون هنالك إشكال. فعلى كل الهجرة إلى الحبشة حققت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمر أساسي جدا، هي لم تكن أرض دولة يمكن أن تقوم فيها الدولة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد للإسلام أن يكون معقله وأرضه التي ينطلق فيها وينبت فيها ويقوم سلطانه فيها أن تكون جزيرة العرب اللي هي مكة والمدينة تحديدا كأراضي مقدسة، ثم ينطلق بعد ذلك إلى الشام باعتبارها أيضا اشتملت على المسجد الأقصى. فهذه البقاع الثلاث هي أرض الإسلام التي ينطلق منها، وبالتالي لم يكن الذهاب إلى الحبشة لبناء دولة بقدر ما كان الحفاظ على الدعاة.
فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته في أرض الحبشة، وواجهت طبعا هنالك الصحابة أيضا قريش ما تركتهم، بعثت إليهم البعوث ولاحقتهم وكل شيء، لكن النجاشي عليه رحمة الله ظل ملكا وفيا صادقا مؤمنا متمسكا بما آمن به، حتى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته، قال صلوا على أخيكم العبد الصالح، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم العبد الصالح، وصلى عليه صلاة الغائب. وصلاة الغائب إلى يوم هذا التي نصليها كانت شرعت بسبب وفاة النجاشي، وهو يصنف تابعي لأنه رأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال أن من أولاده من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ربما على كل أنه بعث عدة وفود. وطبعا قصة الحبشة والإسلام في الحبشة ودخول هذه قصة أيضا طويلة وتحتاج إلى أن يفرد لها حلقات خاصة. نعم، الوقت داهمنا على كل حال شيخنا، والحديث بقية. متابعينا الأفاضل في كل مكان، شاكرين لكم حسن الاستماع والمتابعة. نكرر الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، شاكرين لكم. أهلا ومرحبا. يقول شوقي: يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم. الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. صلى الله على نبينا محمد وسلم وعلى أصحابه وآل بيته الطاهرين. للحديث بقية، وإلى حلقات قادمة. ترقبونا في نفس الموعد من كل أسبوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ha 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 ha